الحوت كيف ما كان بغيتي ديريه في اللاطه ديال الفران اولا طيبيه في الفران، وبزاف البنات كيتشكاو ليا بانه ما كيجيش لذيذ. غنعطيك اليوم واحد السر غترحمي ليا الوالدين. كيجي لذيذ في اي نوع ديال الحوت درتيه في الفران. غادي ناخذ الاول التوابل، درت هنا الملحه، الخرقوم، التحميره، الكمون وزرعت القزبور، خلطتهم هنايا، شويه د البزار، الزعتر اللي كيعطي واحد البنه خطيره، شويش د الحار غير شويه باش ما يجيش حار وما ياكل حد. كنديرها في واحد الاناء وكنزيد عليه ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم سواء حضرتوها في البيت او لا ديال برا، وفصوص ديال الثومه تقريبا 5. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الماء، تقريبا واحد 4 كاس. غادي نزيد عليهم حتى الربيع قزبور ومعدنوس اللي قطعته هكا طري، بما ان عندي هذيك مركز الطماطم مجمده فغادي نخليها على جنب. هذا هو السر. البصله ماشي كلشي كيديرها في الحوت، كتجي رائعه. واحد البصيله صغيره وماذا بكم تكون حمراء، حتى الا ما كانتش حمراء ديروا غير البيضه، حكوها رقيقه بزاف. كنأكد لكم حكوها في المحكه الرقيقه، زيدوا الربيع وخليوه على جنب. خذوا الحوت ديالكم اللي كان. انا غادي ندير هذا النوع، غادي ندير 3 هاد الحبات كيهزوا تقريبا واحد الكيلو ونص. كتغسل مزيان بطبيعه الحال من برا ومن الداخل. كنحيدوا لها داك الكحوله اللي كتكون لداخل، حتى واحد الحاجه كتكون دايره بحال الشحيمه. كنحاولوا نقطعوها ولا نفلحوه عفوا هكا فليحات اللي قدام بعضياتهم باش كيجي متبل وملبس بهذيك التوابل. كنمشي للشرموله ديالي اللي غادي نخلطها مزيان تكون دابت لي هذيك اللي درت هذيك مركز الطماطم انا كنديرو في المجمد، وغادي نحاول انني نتبل مزيان وندخل في هذوك الفليحات هذيك التتبيله مزيان. قلت لكم البصله صغيره حبه غادي تعطيها واحد المذاق اللي ما يمكنش، لان بزاف البنات كيقول لي واخا كنديروا شرموله كيجينا باسل. فضيفوا هذه البصيله الصغيره وردوا عليا الخبر. واخا شي وحدين غادي تجيهم شي حاجه بيزار كيفاش البصله في الحوت، غير جربوها عاد وقولوا لي تعليقاتكم او لا ارائكم. كنحاول نتبل مزيان الحوت ديالي. تبلت الاولى وغادي نعاود معكم الثانيه. كنركز على هذوك الفليحات اللي قربتهم، وحتى الوسط كندخل شرموله مزيان. صافي هنايا غادي نرافقوها مع الخضر بطبيعه الحال. عندي بطاطا، هاد اللاطه كطيب في ظرف 20 دقيقه ماشي كتر. البطاطا قطعوها رقيقه ماشي شيبس وماشي غليظه. هانتوما غادي نوريكم السمك ديالها وكديروا القياس اللي بغيتو. انا درت 4 د الحبات باش فرجت اللاطه كامله، لانه كان وجبه غداء بطبيعه الحال خاص يكون كلشي بالزايد باش تجينا هي هذيك. فهذيك التتبيله اللي بقات ليا غادي نتبل هذيك بطاطا مزيان وهذيك اللاطه دهنتها مزيان بالزيت في الوسط وفي الجوانب. غادي نفرش البطاطا ونجي هنايا الكميه ديال البصله ديروا القياس اللي بغيتو. حتى هي درتها في نفس هذيك الشرموله اللي بقات ليا، وحبات ديال المطيشه اللي هي اساسيه كتطلق لينا هذيك الميها ديالها، وحتى فلفله صغيره او لا خضره عفوا ماشي صغيره حتى غادي نقطعها ونديرها فوق منها. صافي هنايا غادي ما نضيف لا ما لا حتى شي حاجه. غادي نجيب الحوتات ديالي بعد ما كنقطع الحامض. شفتوني ما درتش الحامض انا في شرموله لانه كيمرر، هو فاش كيطيب كتجي المذاق ديال هذيك الاخرى مره. الحوت كيجينا فيه المروره. من الاحسن ديروا غير هكا دي طرونش، وحتى الحامض فاش تكملوا هكا نتوما نصف دوائر ديروه، غير نصف دائره في كل حوته. صافي البابي كويسون ديالي غادي نفزقو مزيان بالماء ونخليه على جنب، ونجي ندير واحد الخويطه ديال زيت الزيتون فوق من الخضره وفوق من الحوت بهذا الشكل هذا، وغادي نغطي عليه. الفران عندي سخون، انا الصراحه هنايا درتها على الصباح وخليته تشرب مزيان حتى بقات 20 دقيقه للغدا. عاد شعلت عليه الفران، النار مجهده من الفوق ومن التحت. من بعد 20 دقيقه بالضبط والحوت في الفران خرجته، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ما تنساوش تفزقوه. هذاك البابي كويسون كيرجع ليه الصهد وكيبقى لينا طري. النار فوق منه تحت منه عاليه. درت انا في الفران ديال الكوزينير ديال الغاز، وشوفوا لي النتيجه. لوين غزال والمذاق ما نعاودش لكم. البطاطا كطيب كترجع زبده، كلشي كيطيب غير قطعوها رقيقه. جربوا طريقتي وما تنساونيش من لايكاتكم وبزاف ديال التشجيعات. بسم الله. شفتي هذيك البصيله اللي زدنا كتغير المذاق اللي كان كيخرج ليك. شي حاجه اللي ما كرهش الصراحه نطيح على هاد اللاطه ناكلها كامله.
جربوها بطريقتي، سواء درتو السردين سواء درتو اي نوع ديال الحوت واحد اخر، كبر من هذا صغر من هذا، جربوا طريقتي. حكوا هذيك البصيله وغترحموني العمر كله. يلا تهلاو فراسكم، صحه غداكم.